حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. عاملين ايه؟ كل يوم وانتم طيبين. كل ساعة وانتوا ايه؟ عايزة اقول كل هنا شوف. اتفضل. 1 2 3. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. يا احنا قلم برد قوي. انا بقى ايه؟ يعني دلوقتي وطن. وانا ولا مع نفسكم بابا. الاثنين. كل جمعه وانتم طيبين يا انتوا جماعه. بالصحة والسلامة. اتفضل يا عم يا علي. جماعة بس هموت وادوق بقى لانه وحشني قوي. دوق. بس ايه الحلاوه اللي هناك دي؟ ايه مين اللي عامل الحاجات الحلوه دي بقى؟ الحاجات دي الداده اللي بتيجي تطبخ لنا كل لا والله مرة. العظيم بص حاجات شكلها عظمه. المنظر مش اللي متعودين عليه اللي هو النص ده. الطبق اللي هناك ده امير اشترى لنا ايه وهو جاي؟ امير يعني جاي. انا ما كنتش عايز اقول ليه 2 جنيه. بتقولي؟ خيره علينا، خيره ده غير وغيره. وزعوه في طبسة. ده عايزه معلقه خلي بالك. بجد خطير. ده ناكلها بمعلقه ليه معلقة؟ كده مش معلقه. لانه اللي جايبه المعالق وكوبايات، دي برضه. لانه مدلعان. اعصر ليمون عشان اغلي فيه. الناس راضيه عني النهارده. عامله له القلقاس بقى اللي بيحبه. ربنا يديم النبي يا اخويا انا راضي عنك على طول. ربنا بس يكبر انت بخاطرك. بقى ايه؟ عنك فرغه. يعني بتمشي فيك. عنك فرغه يعني؟ لا. ما هي نفس اللي ما رحناش والله بعيد. بهزر. لا انتوا مضيفين بقى ان شاء الله. لا اما تاكلوا اول وجبتكم. طب ما ده اكل برضه ولا شرب؟ لا شوربه. احنا هناكل ده برضه. بسم الله. ده يتشوح شويحه. كل واحد اخد سمانه وده سمانه. كل واحد اخد الرز بتاعه وده الرز بتاعه. كل واحد يلزم حدوده بقى. عارف انا عايز اعمل ايه بس اكيد مش هينفع عشان ماما تقعد تقول لي ما ينفعش. ايوه. عشان صغيرة اخد يعني. واحده حلوه. سمان. لا اللي قطايف. ما ينفعش الا لما تاكل. اظبط بقى. كله بعدين ايه؟ ماما هاتي واحدة تانية عشان دي رجلها مكسورة. رجلها مكسوره. ثانيه. تعرج. والله. بسم الله. حسبي ثانيه. تشرب الله. أكتر. شويه والقاس عسل. عيد الام كان امبارح فانا جبت لها هديه نزلتها على قناتي. هم وماما كلهم نفس جابوا النظام هدية. ونادين وكده. كل اللي حواليا جابوا هدايا عيد الام. شوف السمان يا جماعه ما شاء الله حلو. كل الناس جابوا لي هدايا عيد الام. واخدين بالكم؟ ما بتاكلش ليه نشوف؟ كلهم جابوا لي هدايا عيد الام. بس بقى يقول لك ده عيد الأم ليه؟ مثلا ليه؟ تقوليش أمك. ليه؟ بسم الله. ايه؟ عامل شباب ابراهيم لما جالوش معلقه فضل عامل كده طول الفيديو. معلقه هنا كده عند العصير. لا ما كانش عامل كده طول الفيديو، كان بياكل لحمه بس. والله بايده. دي المرتة بحب السمان فكرة ده. قلت لها ابراهيم موجود. بس نونو جابت لي كده ما اعرفش. نانو اتفرج على الفيديو. إيه، احط لك مرتة بتحبها. ايوه. بص الورك ده تتمصمص، الورك ده هو كمان سمان ده يتمصمص. مش في حاجه اللي هي تقول لك اصل مش عارفه اكلها ده، ما فيش حاجه اسمها مش عارفه كده. وده البصل مسلمين بحر البصل ده وحش على طول. وده الصدر ما تاكلي يا بنت بقى. وده الصدر التاني. اهو كل ده في السمان. كل ده في السمانه عشان تعرف بس. بسم الله الرحمن الرحيم. مستويه شويه. نعمل رز انت نفس الشخص اللي بيجي يطبخ. يا جماعة ما عادش حد يعمل رز، ما عادش حد يعرف يعمل رز في البيت ده. نانو بس اللي اول كده عملنا شويه رز بالشعريه. كان محروق ايه؟ والله ما حصل. كان محروق وكان ني وكان والله ما حصل. صعب. مش رد عليك. على فكره انا ما بتزعلش لما حد يقول على اكلها وحش. لا سوى شويه. انتوا فطرتوا ايه النهارده؟ بما ان النهارده الجمعه فالطبيعي ان الناس بتاكل محشي وبط، فرخه وفراخ وعايز. لكن انا ما لقيتش بط اتسرق. نادين ولا سرقته. نعم. مش أنا كنت قايل هتعملوا كروم. امم جايب لكم رومبايه امبارح وما عملتهاش مش كنت قايله؟ انا هحكي لكم. انا كنت قايله هعمل كرنب وبط، ما لقيتش عندي بط، فالكرنب ما يليقش على السمان بصراحه. لا الأكلة دي حلوة أوي بحبها. فعملتهم الاكله دي حلوه. ده جميله والله. عمال ما ربنا يكرمنا ببطايه نعملها كرنبايه. عقبال لما أول الشهر يجي. لا والله الحمد لله. رساله لام ابراهيم. احنا محتاجينك في حياتنا. ده ام ابراهيم بس طلع على النبي عندها كميه بط. هي بتربيش اصلا. وما بيجيبوا البط. الراجل بيوراث. تعرف إن أنا ما بعرفش الفرق بين الأمامة والرقاق؟ الرقاق، ما هو ده الرقاق. بجد؟ مش كل الناس عارفين الامام. يا امامه دي هي امامه ده دي معروفه كلمة بس. بدمياط. دمياط، لكن احنا الناس كلها ده اسمه رقاق. نعم. عشان واحد؟ انت قصدك ما بتعرفيش الفرق بين الجلاش والرقاق؟ لسه ناقصك حاجه يا نانو؟ حاضر. يا نانو ناس إيه. حاجه لسه ناقصك فلوس ولا حاجه؟ لا فلوس من دول مش لا. ناقصنا حاجة يا أمير. لا جابت طقم العيد الحمد لله وخلصت. امير بقى يخلص شغله ويبقى يروح يجيب طقم العيد مع نفسه. أمير أصلا ما يعرفش إن في عيد أصلا. ده ما يعرفش مين يعني إيه جابت هدوم. نانو؟ جبت طقم العيد. انت نزل بقى هات لك كوتش.
وحزام وطاقية وساعة. طاقية. فاكرة الكلام ده لا. كله؟ مش عندك شوف ونصلي عيد بيجيب نفس الحاجات دي. هو اللي بيزعل بقى. يا جماعة جوه. تخيلوا النهاردة في محل إن أنا الجرح واقفة عاملة كده، مش شايفاهم كلهم واحد مع انهم كلهم انواعات يعني الترجمة بقى. معرفش هو عامل اتحجبت يعني. ما مش عارفه حاجه في راحت النهارده اشترت طرحه للعيد، بس جايباها طرحه كروشيه كده اللي هي مكشكشه، وجابت كوتشي غالي جدا غالي جدا. بكام؟ فمعدي 60 جنيه. والله العظيم. لا لا مش طب الدرجة. ليه بقى كده بقى؟ 60 جنيه ده داخل على 600 جنيه. الكلام بجد؟ كل ما اتكلم مع حد اقول له حاجه دي غاليه قوي يقول لي هو انت مش عايشه في الدنيا؟ اقول له لا انا عايشه في حصل الدنيا. والله حصل يا جماعة. رحنا مطعم كل واحد طلب وجبه وحلينا وشربنا شاي، بس قلنا لقينا في حسابي يعني مبالغ بقى. تلمس والله. ده قعدت تتنطط قلت يا بنتي هو ده الطبيعي، الدنيا غلت. كل حاجه بقت لما غاليه. مسكت مرحلة اللي انت بتلمس. وجايب لها كيلو جوافة النهارده ب 50، مش مصدق ان الجوافة ب 50 جنيه لا أساساً. لا انت الراجل ده ضحك. كنت هات تفاح صح؟ والله. معرفش تفاح. اسمه تفاح. نعم. اسمنا عندنا تفاح، لكن ده الجوافه دي كانت بتتباع الاول مزروعه على السكن. كنا بنجمعها من يعني الشجره. الجوافة عاملة يجي 10 جنيه دلوقتي اللي انا جايبهم لك. والله انا ابقى ماشي انا والنشوه نلمح شجر الجوافه في وسط الارض، ننزل نجمع والله جوافه جوافة. بعد ب 50 جنيه. ده الكلام ده كان زمان، دلوقتي كل واحد لو يعرف يخبي الشجرة بتاعته بيخبوا والله بيخبوا بالقلق بيخبوا. ما عادش حد زي يا جماعة كنت بقول لماما قبل ما اجيب الهدوم، يعني ماما انا هنزل اجيب هدوم العيد هاتي فلوس اجيب حاجة من فوق. قالت لي 200 جنيه. والله قلت لها ماما ما ينفعش هو ايه ده؟ قالت لي يلا يا ستي 300 جنيه. قصدها حاجه من فوق يعني بلوزه. فماما ايه جت معايا بقى مش هدفع الحاجة اللي هي جت معايا. لا ما انا قلت قدام 200 جنيه تجيب بلوزه. كان وبعدين كمل. بعدين لما رحت المحل 200 جنيه اللي تجيب بقى بلوزه، مفيش حاجه ده مفيش خالص. ده التوجه والتاج. كويس بقى، ريت تعرفوا بقى وتفهموا بقى. يعني وانا نازل مش هتديني 200 300 انت جنيه. جالك طقم العيد. لا انا مالي انا هديك دي، مش انت بتشتغل انت بتجيب من نفسك مش كمان. انت بتفضل تقضيها وانا باخدها. لا ما باخدها قضيتي الشهر ده بقى. بص خطها بضيق بقى مني. لا والله انا اصلا خدت منك قضيتي. مش هتعرف انتوا بابا واحد يعني ما يا ابني لا الكلام ده بيتسجل. ايوه. ففي يوم من الايام تيجي تقول لي انت كنت قلتي انا عمري ما اخدت منك جنيه. انت بتحوش مع مين؟ معاكم. مع ابوك. والله معاكم. معاكوا لا تيجي تقول لي لا. والله العظيم مع بابا معاك. افرض ابوك طفش. انا كده مسروق. افرض ابوك طفش وساب البلد. ايوه. تقعد تطالب مني انا فلوس؟ ايوه ده مش تبعك. طب منين هو ابوك وابويا؟ مش هو اللي تقدم لك وانت اللي وفات وقعدت تقول لي انت اسمك على اسمه ولا انا اسمي على اسمه؟ لا، انت اسمع. اللي اسمك على اسمه. انا حيلا يعني ممكن في ثانيه ما بقاش مراته، لا حول الله. لكن انت استحاله تبقى مش ابنه. صح. انت لو كان احسن كنت عملت لك حساب في البنك. احسن من ابوك وامك. لا مش قصدي احسن من ابوك وامك. والله ما قصدي يعني فلوسي عينها فاهم. هم وفروا. ما عادش حد يستاهل. ما عزمتناش ليه عند نفس المطعم بتاع امبارح. احلف مات يمين ما عادي داخله في حياتي. والله عندك حق. باللي احنا سمعناه امبارح عندك حق. ده كمان ايه؟ انت ما شفتش اللي حصل بالليل؟ ناديني الاستاذ عطاني فلوس قال لي خدي قومي حاسبي. كنت انا خارجه بسفيان، الراجل كان واقف على الباب بالشيك، قلت له لا انا مالي انا مش محاسبه. قمت مرجعه لعلي الفلوس تاني. قام علي هو الراجل اللي ادانا الشيك، فنادين واقفه قالت لي ايه؟ فوافق كده قمت ايه؟ قالت لي هات المحاسب. قمت اعطاها الشنطه بتاعتي كامله. قلت يا لا انا كده اصلا ما بخليش حد من العيال يعمل لي حاجه، لازم يكبوها يوقعوها يغلطوا، فلازم اعمل حاجه بايدي. هو بيجيب والله العظيم اقسم كده بالله انا المهم انا قمت اعطاها الشنطه وقلت يا لا سيبها براحتها يعني جرأ. المهم قامت مطلع الفلوس قامت عدى وتعد فيهم يا نشوى حوالي انت شفتها نادين 5 مرات كذا مره. طب انت ازاي يا بابا اصلا تسمع ان هي تمسك شنطتك؟ انت لو شفت شنطه ما هي أول واخر مرة بقى أهو. عليها بس تحصل مصيبه. ما بحبش حد يمسك حاجتي. قامت عدى الفلوس حوالي من 4 مرات وانا قاعد لمحها بطرف عيني كده. اما مشيت بعد فلوسي اتلاقيتهم ناقصين 200 جنيه. اتصلت بالتليفون يا نادين هو انت يا نادين اخده كذا في 200 جنيه. قلت لها ما انا اديتهم للراجل. على لا اديت له غير الفلوس. لا ده زائد الحساب انا بتاعه. فكرت هو هيديك باقي. قالت لي ماني مشيت بقى. بزياده 200 صح. فاكر. اعطاها زياده 200 جنيه. ايوه. قامت هي اخداهم وعطتهم هم للراجل. وبعدهم كده اديتهم للراجل. ومشت.
ده كل ما انا قلت انت هتاخد، قلت لها ولا اعرف حاجه. قلت ان انت هتاخد الباقي. طب احنا نعرف منين ان ممكن انت آخد هتاخد من- فلوس هم زياده؟ مشوا وسابوني في الخامه. يعني مطعم غالي واخد كمان فلوس زياده. والله قعدت لميت لهم تليفوناتهم والحاجه اللي كانت في ايدي. اصل انا اخدت سفيان، كنت عايزه امشيه في الحته دي، كانت جنينه وكده، فكنت اخدت قلت سفيان لها أمشيه. والله يا لين انا اعطيك الشنطه تاخدي الفلوس مني وانا مقتنع، انت كده اثبتني 100% ان انا صح. والله يا جماعه ماما دي معشمه على كامله على عزومه، ان والله هي بتعمل حاجه ما بتعمل. انا قلت لهم اليوم اللي فاضيين فيه انا عازمكم، انا انت فاضيه. بقى اتفقوا اكيد مش اتفقوا على يوم الثلاث، قلنا كل واحده هتجيب حاجه، فانا قلت هجيب لهم انا فراخ واللحم. وما حددوا نشوه انا اللي حددتها لهم. أمل بشاميل وحنان وكده. وحنان رز، وامل خضار وأمل عشان ما بشاميل. اطبخش رز وخضار، واميره بقى عايز تعمل بشاميل، تعمل جلاش، تعمل صينيه حاجه، وانا اعمل بقى فراخ مشويه وكفته مشويه ونلفها، وكل واحد فينا يجيب حاجه. اللي احنا ما سالناش عليه العصير، بس انا من نفسي مش واخده بالي، مش هقول لهم ان انا ايه اللي بتقول دي هتلاقي اول واحده عامله عصير. بص من هنا بقى بدخل في بتعمل ولا انا ما تقفيش على الواحده بقى. انا دي كانت بتسيبنا براحتي. اه والله كده. مفيش حاجه اسمها كده. ناكل نشبع نخلص نقوم نغسل ايدنا نرجع ناكل حلو. حلو حادق حلو حادق. مفيش حاجه اسمها حلو 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 يا خالص. ما كانش نخلص. مفيش حاجه اسمها كده. تقول ايه؟ تقول ايه؟ حلو 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 حلو. والله العظيم امير ابني عادي، لو انت حاطين له وقت اهو طبق جاتوه مع الولاس والله العظيم معاك. هياكل معلقه انا بحب ومعلقه. طعم من ده وطعم من ده. كده. مش اصل بني بص ادم. انا ما بعرفش الفرق من طعم ده وده وده. بيبلع فانا لما اكل ده وده بحس ان في اختلاف ما بينهم. طب يعني بيغير يعني ما بعرفش اعمل فرق بين البط والبتاع. في فرق ما عشان لا في فرق. انا عارف ان في فرق. كل يعني يعني معلش تتكلم تاني. امير لو كان في عروسه ناويه ان هو امير يخطبها اخلعي. بنصحك تحاول يا بنتي. انا اللهم وقد بلغت اللهم فاشهد. وحده لا اله الا الله. صح يا ابني؟ معاك حق. وحده. ما تغلطيش غلطتي، انا غلطت نفس الغلطه جوزت امير من 25 سنه، بندم عليها ندم عمري لحد دلوقتي، دي جايه مش هتعرف تصلحها. ومش عارفه اصلحها. الحمد لله ابتلاء. بس لبست خلاص. الحمد لله. مش واخده بالك اللي هو بيتكلم عليكي اصلا. ده هي انا اللي بتكلم عليها. بتتكلم. لا ما هتكلم عليكي انتوا الاتنين مش بقول لك كده. ده ابتلاء. من الابتلاء. ولا ايه ده؟ انت ابتلت فيها يعني. ايه ده ايه ده؟ أنا لا اللي هو ابتليت. انت ابتلاء. هو قال كده انا سمعت. انا ابتلاء. انا هتسجل اقول كده. إيه ده؟ قصدك إن أنا وحسب ابتلاء. الله ونعم الوكيل ده اهو. خد هنا. حسب الله ونعم الوكيل. استنى، قصدك انا هنشتغل. ابتلاء؟ انت كنت تطولني، انت كنت رضيت حد يتجوزك اصلا، مش انت كنت رضيت لاقي أصلاً. حد يتجوزك ما لقيتش حد يرضى باللي انت عشانك متواضعه عشان الهبله. وبترضي بقليلك. ما يقعد يقول لك انت ابتلاء.